صباح الخير عليكم جميعا متابعينا وين ما كنتوا. صباح عافية، وإن شاء الله مساء خير عليكم وين ما كنتوا حسب اختلاف التوقيت. ونهاية أسبوع سعيدة عليكم. صدر دجاج ما دا يبين من الضوء، آسفة. هذه تقريبا كيلو عندي هنا صدر دجاج متبلته، لبن، خردل، خل، كمون، فلفل أحمر. حطيت النوعين، فلفل أحمر حار وبارد شوية، حطيت دبس رمان، وحطيت ملح. هاي كلها التتبيلة مع صدر الدجاج. هذه راح أسويها بالكابسة الكهربائية. وعندي هذه هي كفتة، وهي مثل ما يسموها كباب عروق يمكن. البارحة سويتها بس الكمية كانت أكثر. الكفتايات أو الكباب العروق، لحم مخلية بها تقريبا كيلو وما يعادلها، يعني أمام الكيلو أو قدام الكيلو مثل ما يقولون. عندنا راح نخلي يعني ما يعادل الكيلو تقريبا، ربع الكمية فلفل أحمر، عشان عندي أخضر أصفر حطيت كلها، وبصل أبيض أو أي أحمر هم نقدر نخلي بيها ويا اللحم. خبطتها، والبهارات مثل ما قلت مثل ما تحبون أي نوع من أنواع البهارات. وخليت بيها بقسم اللي هو الخبز المطحون. هذه راح أسويه بالقلاية الهوائية، وصدر الدجاج راح أسويه بالكابسة الكهربائية. كل مشاوي لازم شوية يصير لها سلطات. السلطة اللي راح أسويها اليوم محضرة غراضها هي سلطة الباذنجانية. راح أسويها على طريقتي. فلفل أخضر، نص فلفلاية خضراء، ما خليت هواية بصراحة على قد العائلة. بصل أحمر تقريبا نص، فلفل أخضر وفلفل أحمر، هم على نص فلفل دارة، مو فلفل أخضر دارة، وفلفل أحمر على نص قطعة خليتها من هذه الكبار يكونون. وعندي هنا طماطة مثرومة بهذا الشكل، أثرمها مو ناعم، حلقات، وخيار هم الكمية كل شيء، يعني طماطاية واحدة كان عندي كبيرة بس، وهذه هم الخيار تقريبا نص، فهم خليناه. شنو اللي عندنا بعد؟ باذنجان. الباذنجان شويته بالقلاية الكهربائية، شوية ملح وشوية زيت زيتون وشويته يطلع نفس الفول. الفول عندي جاهز، أخلي يعني أشوفكم السلطة هم إن شاء الله أخلي ويا طماطة ناعمة، ما أخلي أكثر. بس أني الفول أسوي سلطة الفول أهرسه، يعجبني هرس يعني الجاهز. هذه القواطي الصغيرة أهرسها، وشوية طماطة وياها زيت زيتون كمون. إذا عندكم راشي، إذا ما عجبكم، إذا ما عندكم راشي مو مشكلة، مو مادة أساسية. أكو ناس تخليها لبن. بس أكملها وأخلصها وأشوفكم إياها. وهذه بالنسبة للغداء. ابقوا وياي حتى نشوف إن شاء الله الخطوات الباقية. وهاي عيني كمل الغداء. هذه صدر الدجاج اللي سويناه بالكابسة الكهربائية. هاي ورا ما نشوه كلش الطعم طيب، لأن تتبيله كلش طعم طيب انطته. وخليت شوي عليه سماق ودبس رمان. دبس رمان دائما طيب على المشاوي، خاصة على الدجاج، ينطيهم طعم حموضة كلش طيب، وما يخلي الشيء يعني يابس المشاوي، وينطيها مثل ما قلت حموضة طيبة. هذه اللي هي قلت عليها كفتة أو كباب عروق، هم كلش طيبة طلعت، اللي سويتها بالقلاية الهوائية. يعني الأمر لا يخلو، لازم نزين والديكور كلش حلو بهذه الأمور يصير. وهذه يعني السلطة، سلطة الباذنجان، هي كانت جاهزة وخبطتها فقط. أما بالنسبة للفول أنا يعجبني أمرده، مثل هذه مثل تشوفون أي شيء عندكم ينمرد، هو جاهز. خليت وياه طماطة، زيت زيتون، إذا عندكم راشي كمون، خليتها معجبني شوية فلفل أحمر، ونزينه آخر شيء الطبق. وهاي يعني مثل ما تشوفون هذا غدانا، وإن شاء الله يا ربي عليكم وعلينا بألف عافية، وشكرا لكم. وهاي مرة ثانية رجعت متابعيني ورا ما سويت الغداء، قلت اليوم ما أخلص الفيديو إلا لازم أسويها فد شغلة بسيطة للعصرية حلويات. هاي عيني راح أسوي شكرلمة. شنو اللي خليته بيها؟ شغلة يعني خلينا نقول كلش بسيطة وسريعة. هاي الشكرلمة خليت 3 قلاصات طحين، وخليت بيها شوية، خليت ويا الطحين 3 يعني خواشيق أكل حليب باودر. هذا شيء اختياري مو إجباري. عندي ظرفين فانيلا، عندي تقريبا بما يعادل 250 غرام زبد،
اكو ناس تخلي سمنه هذه دهن الاصيل او هيك شيء. انا عندي الزبد، هذه النوعيه دائما استخدمها. يمكن مره سويت كليشه، وان شاء الله هم بالاسبوع القادم اسوي كليشه هم اشوف هذه نوعيه الزبد. وبالنسبه للشكر ادي لازم اخلي بيه شكر، هذا شكر باودر، يعني اذا عندكم باودر يكون احسن، لان الماء مطحون شويه تصير من حتى من تنشوي الشكر لما يبقى. وهاي يعني العجينه هاي قدامكم تشكلت. اول شيء تلم شوي شوي بالايد، ويعني حاولوا شوي شوي وياها بالدهن، مو كله يتخلى. والشكر هاي كل هالمقادير اللي ذكرتها خليتها. وبعدين اذا احتاجتوا مثلا بعد الزبد او اي شيء اذا تريدون تخلون السمنه النباتيه، الدهن النباتي او الزبد، احتاجتوا بمشكله شويه كميه قليله اكثر، لانه هي شو ما يقولون يعني الماده الاساسيه بها هم الدهن او الزبده، فتلم وتصير هيجي تتشكل، بحيث بس تشكلوها بايدكم تصير تدور مثل ما تحبوها. يعني اذا تحبوها دائريه او اشكال اخرى سووها. هذه خليها بقوالب. هذا طبعا نسيت شنو هذا. هذا اللوز المقشر اللي يصير هيك قطع صغيره او قطع طولانيه، حمسته شويه بالزبد حتى يطلع طعم اطيب، وخليت بيه شويه هيل. خليت هيل بيه، مو هوايه، اكو حسب الرغبه. هذه راح احاول احشيها، اشوفها راح اسويها اشكال مثل الثقب بيها واخليه، يعني ما راح اسويها دائما الشكل الدائري المعتاد عليه. وهذه هم كاكاو، لانه اكثر من شكل واحد يقدر يسويه. فهذا التبسير راح اخليه. هذه مال ميني كيك. ابدي اشكل. خلينا نسوي اول قطعه، اخليها على صفحه. احاول هيك مثل ما تشوفون كانه شلون دا نحشي البوتيتو شاب او كوبه الحلب، هيك دا اسويها داير مداير. بعدين احاول داير مدايرها شويه ارققه ترقيق هيجي. يعني هالمره هذا الشكل عجبني، ما اعرف بعد كل واحد مثل ما يعجبه. واحاول هسه اخلي بالنص هذه اللوز اللي مثل ما تشوفون، او لين اكثر من شكل راح اسوي. هذه هيك صارت، راح اخليها هسه بال ورق الزبده او اللي ماني كيك، نخلي هذه نشوي لي الكيكات الصغيره. الماني كيك او الكب كيك ما اعرف الاطق بالكلمه، اللي هي قوالب الكيك الصغيره. هذه عدلناها اوكي تمام. متوضح هيك راح تصير. خليتها ورا طبعا ما تنشوي، ورا ما تبرد. وهاي يعني كملت هذه الصيغة. هاي يعني النتيجة النهائية مثل ما تشوفون. خليتها شوية ورا ما بردت، وخليتها بالصحن، صحن التقديم أو أي شيء. والطعم صدق طلع كلش طيب، مو حلو لأن أنا دائما ما تعجبني الحالات إذا بس طعم كلش طيب، والطريقة هم كلش عجبتني، لأن هذا مثل ما قلت حمسته مسبقا، وهسه من خليته الطعم كلش طيب يعني بالقرمشة. وهذا كان كل شيء اليوم سويناه، طبخ وحلويات. واسفه اليوم راح انزل الفيديو شويه متاخر، لان عذروني كلش ما لحقت. ان شاء الله يا ربي بالايام الجايه وايام الاعياد يا رب تنعاد عليكم كل خير وصحه وسلامه. راح ننزل فيديوهات اكثر وشغلات اكثر عدل كليتشه وامور ثانيه. وهذا مثل ما قلت انتهى فيديونا لحد هنا. ان شاء الله يا رب التقيكم بالفيديو قادم. ومنا هذاك الوقت مني لكم سلامي
وتحياتي وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة.